السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قسرة بالون. في هذا الفيديو حبيت نحكي عن المواجهة تاع المنتخب الوطني الجزائري نهار غدوة ان شاء الله ضد منتخب اوروغواي. هذه المنافسة ولا هذه المباراة هي مباراة ودية الثانية في تاريخ المنتخبين، والودية ثانية يعني ما طحناش معهم في مباراة رسمية، طحنا معهم إلا في ودية واحدة سنة 2009 صح في ملعب 5 جويلية. أكيد لعبنا مباراة ودية وربحناهم وحدة بوالو. هذاك الوقت على حسب واش ماني شافي رفيق جبور هو اللي ماركا الهدف تاع الفوز. اكيد ربحناهم 1-0 صح. هذيك المباراة الثانية كانت مباراة تحضيرية لمونديال 2010 جنوب افريقيا، وعاودناها دوكا في 2026 بعد 16 سنة عاودنا نفس المباراة التحضيرية. ومنتخب الاوروغواي يعني منتخب الله يبارك، منتخب قوي، منتخب عنده نزعة هجومية، منتخب يلعب بطريقة لعب مليحة، ومنتخب كامل نتفقوا باللي عنده لاعبين مهاريين، خصوصا فالفيردي لاعب ريال مدريد اللي راهو متألق مع ريال مدريد وتسديداته الصاروخية. المهم احنا المنتخب تاعنا على حسب واش رانا نشوفوا ان التوقع تاعي ممكن يا اما تعادل او ممكن فوز احد الفريقين بهدف مقابل صفر. علاه؟ لانه نقدر نقول لك باللي منتخب اوروغواي مع المنتخب تاعنا نقدروا نلعبوا معه بهذيك الحرارة هذيك، نشوفوا اسلوب تاع هذا المدرب كيف راح يطبق طريقة اللعب، كيف راح يوظف اللاعبين تاعو، كيف راح يدير التشكيلة تاعو. يعني انا ماهيش حاب نتسرع ونحكم على المباراة منذ كايا، بصح نقول لكم توقعات تاعي انا نيشك تعادل والله اعلم. انا هاكا في راسي تعادل 0-0 ولا 1-1. المهم دوكا ندخلوا للتشكيله اللي انا راني متوقعها لهذه المباراة. صح نبداو بحراسة المرمى. اكيد لوكا زيدان، ما كاش كيف يدخل بماستيل. لوكا زيدان راح يكون الحارس رقم 1. الا هبلها ودخل بماندريا هذيك حاجه واحده اخرى الله اعلم. المهم عندك لوكا زيدان حراسة المرمى. على الجهه اليمنى رفيق بالغالي، على الجهه اليسرى رايان ايت نوري. وسط الدفاع عندك ماندي رامي بن سبعيني، ما نشكش راح يغامر ويدخل، ولا هو اصلا بيتكوفيتش انا احسب واش راني نشوف خواف شويه، ما نشكش راح يجازف ويدخل عباده ولا يدخل زين الدين بالعيد في بلاصه ماندي ولا بلاصه بن سبعين، يعني راح يحافظ على الدفاع تاعو. وسط الميدان نشك انه اكيد وسط الميدان تاعنا المعروف ان شوفوا التشكيله اللي نعطيها لكم هي التشكيله اللي لعبت لكوب دافريك. علاه؟ لانه ما عندوش خيارات، ما يقدرش يجازف بهم. واكيد انه بيتكوفيتش مدرب متخوف، يعني شحال هاي مع غواتيمالا مدخل محرز ومدخل ايت نوري ومدخل، يعني ما عندهمش ما ينفع علاقه. المفروض هذوك اللاعبين كاع ما يلعبوش قدام غواتيمالا، ما يلعبوش كاع نورمالمون ما يدو حتى دقيقه. مازاتي على راح تدخل فيه مع غواتيمالا، محرز على دخلته، عمور على دخلته، قويري بالك نقولوا عاود ولا من اصابه، بصح علاه راح تدخل فيهم؟ هما اللاعبين الاساسيين تاعك. غواتيمالا نورمالمون تجرب فيها اللاعبين مثلا كيما 9 تجرب فيها شياخه تخليه يلعب 60 70 دقيقه. مثلا على الجهه اليمنى تجرب هذاك فارس غيجيميس هذاك تخليه يلعب ماتش كومبلي. على الجهه اليسرى ارمي بولبينا خليه يدور. وسط الميدان الهجومي ثاني عورنا ما يدخلش كاع. المهم قلنا وسط الميدان عندك نعاود نولي التشكيله اكيد متوقعه. عندك وسط الميدان زروقي وبوداوي الى كان عاود، الى كان معناتها حاضر واجد للمباراه، لانه بوداوي الله اعلم جاتو لا قريب، على حسب واش قريت، على حسب واش عندي معلومات. بوداوي جاتو قريب، كان داير البافيت تسمى اوتوماتيكمون. وسط الميدان هجومي اكيد راح يدخل مازا، لانه مازا اللاعب تاعنا هذاك شغل. انا بالنسبه لي هو وسط الميدان الهجومي تاعنا ما تقول لي لا عوار لا شيء. رقم 1 مازا، مورا شيبي، الثالث عوار، ولا شيبي وعوار يتقلبوا بيناتهم. الهجوم محرز عمورة قويري نيشك راح يتقلبوا عمورة راح يدخل 9 له، باسكو على الجهه اليسرى ما راهوش مليح، ما وش يمد، ماشي كيما يكون 9 بالك كاش ما يدير حاجه. يعني هذه التشكيله الاساسيه تاعنا اللي انا راني شاك بلي راح يدخل بها لهذه المباراه هذه. ما نشكش بلي راح يجازف يدخل بولبينا ويقرط عمورة، ما نشكش بلي راح يرمي بنبوعلي ويقرط قويري، هذه من 7 المستحيلات. وسط الميدان ممكن الى بوداوي ما كانش واجد ممكن يعاود يدخل بتيطراوي. زروقي ما عندوش وسط ميدان واحد اخر ابار تيطراوي وزروقي. شكون راح يدخل يلعب؟ ما عيطش العبد اللي ما عيطش، ما بن ناصر ما كانش، شكون راح يدخل اكتاف بلاصه زروقي؟ ما كانش. الدفاع كيف ما نشكش بلي راح يبدل في الدفاع، لانه كيما قلت لكم بيتكوفيتش متخوف، مدرب ما يحبش المجازفه بزاف. ومنتخب اوروغواي ما يتسامحش معك، الا غلطت معاه
مديت له كورات، درت غلطات، خروج غير موفق الحارس، ما يقراسيولكش في الاوروغواي. كنا مهني، تغلط تيباي كيما قالها وسط، تغلط تخلص. بالتالي خاوتنا اعطونا رايكم في التشكيله هذه، واللي عنده تشكيله راهو شايف باللي توالم هذه المقابله، انا هذه مجرد تشكيله متوقعه كيف راح يلعب هو غدوه. اعطونا تشكيله اللي تشوفوها متوالمه مع هذا المنتخب اللي راح نواجهوه. منتخب يتميز بالسرعه، منتخب يتميز بالقوه البدنيه، بالمهاره تاع اللاعبين، مهارات فرديه ومهارات جماعيه باش نكونوا متفاهمين. راهو مع الانجليز وداروا وحده بوحده. الانجليز اللي راهم الله يبارك بترسانه تاع لاعبين داروا معاهم وحده بوحده. وخلي هكذا على الاقل نوجدوا المباراه كوب دي موند الارجنتين وكذا، على الاقل ندخلوا في ذاك الريتم العالي ونشوف. هذا اوروغواي الثاني. نقول لك انا بالنسبه لي حاليا اوروغواي هو اول منتخب قوي وعنيد عالميا راح نواجهه حاليا مع بيتكوفيتش. صح واجهنا منتخبات قويه في افريقيا، منتخب السويد نقدر نقول لك منتخب متوسط، صح من يعني كي دخلنا للنخبه تاع المنتخبات اوروغواي راهو تقدر تقول راهو من منتخبات النخبه هكذا. المهم خوتي هذا هو الفيديو، اتهلاو في روحكم، يعطيكم الصحه المشاهده، واللي عنده تعليق او اضافه يحب يزيدها يكتبها لنا تحت في التعليقات. يعطيكم الصحه خوتي، سلام.